مبروك! وصلنا ل 8 مليار إنسان على كوكب الأرض. ولا كورونا ولا حرب روسيا وأوكرانيا عرفوا يمنعونا إن عددنا يزيد، ونفضل الفصيلة المسيطرة على كوكب الأرض. أنا جاي أحتفل معاكم النهاردة بالإنجاز ده. ضحكت عليك. أنا جاي أندب. أعداد زيادة يعني لازم يتوفر لهم كل مقومات الحياة، وأبسط حاجة محتاجينها عشان يعيشوا هي الأكل. واحد هيقول لي هم يعني هياكلوا أكلك؟ السؤال هم مش هياكلوا أكل مين؟ السؤال هم هياكلوا إيه؟ عارف كيلو اللحمة بكام؟ كيلو اللحمة بيكلفك من 160 ل 180 جنيه حسب المنطقة اللي انت ساكن فيها. بس تعرف كيلو اللحمة بيكلف كوكب الأرض ايه؟ لو مفكر ان كيلو اللحمة واقف عليك ب 180 جنيه بس، كمل الفيديو عشان انت مش شايف الصورة كاملة. سنة 2009 موقع ويكيليكس نشر تقرير بيفضح تسريبات بين مديرين في شركة نسلة ومسؤولين في الحكومة الأمريكية. في التسريبات دي المديرين بتوع نسلة بيقولوا إن أبحاثهم بتؤكد إن المياه العذبة اللي في العالم هتخلص بحلول 2050، يعني بعد حوالي 30 سنة من النهاردة. قالوا كمان إن واحد من أكبر الأسباب اللي هتؤدي للموضوع ده هو ارتفاع الطلب العالمي على منتجات اللحوم، لأن هي من أكبر المسؤولين على تغير المناخ اللي هيوصلنا للجفاف. بس إيه دخل اللحمة بتغير المناخ والجفاف؟ تعالوا نبدأ الموضوع من أول. اللحمة بتيجي من الحيوانات زي البقر والجاموس والأغنام، وعشان الحيوانات دي تطلع لك لحمة لازم تاكل، فلازم تزرع لها ذرة وفول صويا ومواد أولية للأعلاف عشان الحيوانات دي تاكل وتشبع وتنتج لك لحم. فطبعا لازم تشيل الغابات وتقطع شجر عشان تفضي مساحات تزرع فيها أكل للحيوانات دي ومراعي تربيهم فيها. طبعا مش محتاج اقول لك ان شيل الغابات ده يعني ثاني اكسيد الكربون اكتر في الجو، يعني احتباس حراري وتغير مناخ اللي هيجيب الجفاف قدام. الغابات اللي شلناها دي كانت مليانه حيوانات بتعتبرها بيتها اللي ما تعرفش غيره، وملهاش اي ذنب ان الانسان اعداده بتكبر، طالبه معاه ياكل كباب وكفته ومكرونه بشاميل. وطبعا كل اعدادنا ما بتزيد كل ما بيزيد معاها الطلب على اللحوم والالبان، فاحتاجنا اراضي اكتر فقطعنا غابات اكتر. يبقى احنا عشان نزود الحيوانات اللي بناكلها ضيعنا الحيوانات اللي ما بناكلهاش، ودخلنا النهارده في 26,000 فصيله معرضه للانقراض. ايه يعني كم فصيله تنقرض يعني؟ المهم اتغدى موز، ولا عايز نعمل فتة على ورك تعالى؟ لا دغور الثعالب كلها، الضاني لا يعلى عليه. احنا مش بس قطعنا الغابات بتاعتهم عشان نزرع مكانها ذره وصويا، احنا كمان رشينا عليهم مبيدات وكيماويات، والمبيدات دي بتقتل النحل. ولو ما شفتش فيديو انهيار التحالف هسيبهولك تحت في الديسكريبشن، هتعرف ان لو النحل انقرض النهارده ايامنا على الارض هتكون معدوده. نرجع لموضوعنا. بصوا كده على الخريطه دي خريطه المناطق المزروعه على كوكب الارض. المناطق اللي باللون الاخضر دي المحاصيل اللي بيزرعها الانسان وياكلها مباشره، زي الرز والخضار والفاكهه. واللي باللون الاحمر دي المحاصيل اللي بيزرعها الانسان عشان اكل الحيوانات. يعني معظم المناطق المزروعه على سطح الارض رايحه للانتاج الحيواني. واحد هيقول لي طب ما الانسان بياكل ذره وفول صويا، حاسبهم بس على الحيوانات ليه؟ 6% من الانتاج العالمي للذره والفول الصويا بياكلهم الانسان، والباقي كله رايح للانتاج الحيواني والدواجن ومزارع السمك. وبما ان غالبيه الزراعه على الارض رايحه للانتاج الحيواني، يبقى غالبيه المياه العذبه رايحه لانتاج المحاصيل دي. مع ارتفاع درجات الحراره بسبب الاحتباس الحراري، في مناطق كتير على الارض ابتدى يسيطر عليها الجفاف. مئات الانهار والبحيرات اللي كان عايش حواليها ملايين الناس في افريقيا ابتدت تجف، وده عمل مشاكل اكبر زي الهجره الغير الشرعيه ونزوح ملايين الافارقه ناحيه اوروبا، والمركب اللي بتغرق في البحر كل يوم. الافارقه بيهربوا من الجوع والعطش بشكل اكبر مما تتخيل. والموضوع مش مقتصر على افريقيا بس، النهارده 1.8 انسان عايشين في مناطق بتعاني من قله الميه. وقطاع الانتاج الحيواني هو اكبر مستهلك للميه العذبه على الارض، بياخد تلت الميه لوحده. لو عايزين الميه تكفي الاجيال اللي جايه لازم نخف من اكل اللحمه شويه. كده مشاكل اللحوم خلصت؟ لا، لسه الليسته طويله. سنة 2013 منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة طلعت تقرير بيقول إن الثروة الحيوانية بتساهم في تغيير المناخ أكتر من كل وسائل المواصلات على الأرض. والسبب المرة دي ما كانش الغابات اللي بتتقطع عشان خاطرها، المرة دي السبب هي الحيوانات بذات نفسها. انت كل مرة بتسمع كلمة احتباس حراري أو تغير المناخ أول حاجة بتيجي في دماغك هي ثاني أكسيد الكربون. بس اللي ما تعرفوش إن في غازين تانيين بيغيروا المناخ أكتر من ثاني أكسيد الكربون. الميثان تأثيره على المناخ أكبر ب 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون، بيسبب تلت الاحتباس الحراري على الأرض. وأكسيد النيتروز أكبر منه ب 298 مرة.
والغازين دول بيطلعوا بكثافه من المواشي. كمان ودي معلومه ممكن تبقى صادمه بالنسبه لك، ان الثروه الحيوانيه بتساهم بشكل غير مباشر في ضياع الثروه السمكيه. تعال اقول لك ازاي. المساحات الواسعه من الاراضي المزروعه بمحاصيل الانتاج الحيواني دايما بتترش بمبيدات ومخصبات غنيه بالنيتروجين. المبيدات والمخصبات دي بتنزل في المصارف دي بتفضل تمشي لحد ما تنزل في البحار والمحيطات، فتخلي ميتها هي كمان غنيه بالنيتروجين. والميه لما تبقى غنيه بالنيتروجين ده بيساعد ان يطلع فيها طحالب اكتر من الطبيعي، ولما الطحالب تزيد تتنفس الاكسجين كله والسمك يموت. والنهارده المناطق الفقيره بالاكسجين في المحيطات عماله بتزيد. اخر مشكله بتسببها اللحوم واللي انا شايفها اخطرها، انت لما تجيب الاف الحيوانات وتحشرهم فوق بعض في مزرعه، فانت بتعرضهم لكل انواع الامراض الموجوده. كمان محلات بيع اللحوم والدواجن بتكون غالبيتها مش نظيفه وبيها خصبه للامراض. شم كده ريحه محلات الفراخ وانت معدي، والامراض دي ممكن تصيب الانسان وتبقى وباء جديد، زي اللي حصل مع انفلونزا الخنازير اللي قتلت اكتر من 500,000 انسان وكان طالع من مزرعه خنازير. الايدز والايبولا في اعتقاد ان هم ظهروا بسبب اكل الحيوانات المفترسه. انفلونزا الطيور طلع من مزارع الفراخ، والحصبه طلعت من مزارع البقر. وسارس في اعتقاد انه طلع من اسواق الحيوانات في الصين، وده نفس المكان اللي طلع منه كورونا وقعدنا سنه كامله في البيت. كمان في مصيبه مش واخدين بالنا منها. منظمه الصحه العالميه اعلنت ان عصر ما بعد المضادات الحيويه قرب، يعني قريب الجرح الصغير في ايدك ممكن يكون قاتل، وده بسبب ان المضادات الحيويه اللي بتنقذنا مش هيبقى ليها لازمه لاننا بناخدها عمال على بطال. واحد هيقول لي طب انا ما باخدش مضادات حيويه عمال على بطال ولا حاجه. اقول له لا بتاخد، بس انت ما تعرفش. الحيوانات اللي انت بتاكلها كل يوم دي هي كمان كل يوم بتاخد مضادات حيويه في المزرعه بتاعتها عشان توصل لك. لدرجه ان 75% من المضادات الحيويه اللي العالم بينتجها رايحه للحيوانات. وده خلى الحكومه البريطانيه تطلع بتصريح سنه 2016 وتقول ان بحلول سنه 2050 الناس اللي هتموت بسبب انعدام تاثير المضادات الحيويه عليهم هيكون اكتر من الناس اللي بتموت بسبب مرض السرطان. طب ليه المنظمات الدوليه ما تاخدش موقف وتقلل تكاليف الثروه الحيوانيه اللي بيدفع ثمنها كوكب الارض وصحه الانسان؟ ببساطه عشان المنظمات الدوليه دي زي الاتحاد الاوروبي لصناعه الاعلاف، والاتحاد الدولي لمنتجات الالبان، والمجلس الدولي للدواجن، والامانه الدوليه للحمه، ايوه اسمها كده، والهيئه الدوليه للبيض، ايوه في هيئه دوليه للبيض ما تستغربش، انا عارف ناس كتير المفروض تروح تشتغل فيها. المفروض ان القائمين على المنظمات دي يراعوا ان الصناعات بتاعتهم ما تاثرش بالسلب على البيئه ولا على صحه الانسان، بس للاسف معظم القائمين عليها منتفعين من الصناعات دي. وكالعاده لما بيحصل تضارب مصالح دايما الفرد بيحط مصلحته فوق مصلحه الجماعه، وعشان كده لسه صناعه اللحوم شغاله بكامل طاقتها، تستنزف الارض وبيتقطع لها غابات وبتضر بصحه الانسان، وكمان بيندفع لها مليارات من الحكومات عشان تفضل تنتج. هل بعد كل ده لسه مفكر ان كيلو اللحمه واقف عليك ب 180 جنيه بس؟ لو طلعت بمعلومه واحده جديده انا هكون مبسوط، وما تنساش دول.